الفندق الأخضر، هكذا استحق هذا النادي السياحي بأكادير هذا اللقب إشهادا له على انخراطه الكلي في الاعتناء بالبيئة. آخر إشهاد على ذلك حصوله على شهادة إيزو 14001. وأبرز استثمار إيكولوجي يسجل لهذه الوحدة وضع 950 متر مربع من الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة. إن تصورنا لاحترام البيئة يقوم على أساس انخراط الجميع من مستخدمين، زبناء، ممولين في الاعتناء بالمجال البيئي للفندق. من أصل حوالي 19 هكتار المساحة الإجمالية للفندق، هناك 17 هكتار من المساحات الخضراء كلها تخضع لنظام السقي بالتنقيط وباستعمال مياه البحر المعالجة، مياه تتم تحليتها داخل هذه الوحدة الخاصة التي تنتج حوالي 300 متر مكعب يوميا من مياه السقي المعالجة. إلى ذلك نحن نتوفر على نظام تدبيري للطاقة يسمى DMS. المسؤول عن هذا النظام يستطيع التحكم في تصريف الطاقة في جميع منشآت الفندق. لدينا أيضا نظام خاص بتدبير النفايات الصلبة يمكننا من فرز النفايات الزجاجية، الورقية والبلاستيكية. كل هذا ومزرعة بيولوجية خاصة داخل الفندق، فالزبون هنا تقدم له وجبة محضرة من خضروات ومن أعشاب منسمة تنتج بعين المكان وأمام أعين الزبائن بطريقة طبيعية لا أثر فيها للمواد الكيماوية المخصبة أو المكافحة للأمراض النباتية. نحن نستعمل هنا تقنية المكافحة البيولوجية للأمراض النباتية. كل المواد التي نستعملها في الإنتاج هي مسبق عليها كمواد بيولوجية إيكولوجية صرفة. كل هذه الإنجازات والمجهودات استحق عليها هذا النادي السياحي الذي أنشئ بأكادير قبل حوالي عام ونصف فقط، جعلته ينال وباستحقاق شهادة الجودة إيزو 14001. وقبلها تمكنت هذه الوحدة الفندقية التابعة لمجموعة التي السياحية الدولية من احتلال المرتبة 49 من بين 2300 مقاولة سياحية في العالم في تصنيف 2009 للوحدات الفندقية الأكثر التزاما بالمعايير البيئية.